هنحط في الأول بيضتين وعليهم نص كوباية من السكر أو 100 جرام، نص كوباية من الزيت أو 125 ملي، رشة من الملح، باكو من الفانيليا أو معلقة صغيرة. هنضربه كويس جدا يا إما في الخلاط أو بالهاند بلندر، المهم إن السكر نتأكد إن هو داب وبقى بالشكل ده. هنضيف عليهم كوبايتين 2 من الدقيق أو 280 جرام، هنحطهم بالتدريج شوية كده ونقلب لغاية ما الدقيق يختفي، وشوية تانيين ونقلب مع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بعد كده هنقلب بقى الدقيق والبيكنج باودر مع الخليط السائل لغاية لما الدقيق يختفي. هنحاول ان احنا ما نقلبش كتير لغاية لما تبقى العجينة بالشكل ده، بتبقى سايلة وبتلزق. هنقسمها بقى على طبقين 2 يبقوا نصين قد بعض. النص الأولاني هنحط عليه معلقة كبيرة من الكاكاو الخام ونص معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، وبعدين هنلم العجينة وتبقى طرية بالشكل ده. النص التاني هنحط عليه معلقة كبيرة من الدقيق، وبرده هنلم العجينة بالدقيق لغاية لما الدقيق يختفي، ونحاول ان احنا ما نعجنش كتير، وفي الآخر بتبقى العجينة متماسكة، بس لازم تكون عجينة طرية بالشكل ده. كده عملنا النصين الاتنين بقوا جاهزين. هنجيب بقى كيس تلاجة أو ورق الزبدة يعني أو ورق الخبز، وبعدين هندهنه بشوية من الزيت وهنحط عليه العجينة ونحط عليه النص التاني من كيس التلاجة، وبعدين هنفردها بقى بالنشابة بسمك متوسط. بعد ما فردناها خلاص كده هنشيل بقى الطبقة اللي فوق من الكيس، وبعدين هنجيب يا إما قطاعة يا إما طبق أو كوباية، وبعدين هندهنها بس يا دوب بطبقة كده من الدقيق عشان ما تلزقش في العجينة، وهنقطع بيها العجينة كلها، والزوايد طبعا اللي في الجناب هنجمعها وهنفردها تاني ونقطعها كلها. كده خلصنا النص الأولاني. هنعمل نص الشوكولاتة بنفس الطريقة وهنقطعه برضو بنفس القطاعة، لازم يكونوا هما الاتنين بنفس الحجم، ممكن نعمل التقطيعة أصغر من كده شوية لو عايزين البسكوت يطلع صغير. هناخد بقى القطعة واحدة واحدة وهنحطهم بالتبادل. كده عملنا واحدة من الشوكولاتة وبعدها واحدة من اللي بالفانيليا، وبعدين واحدة شوكولاتة وعليها واحدة فانيليا لغاية لما نخلص الكمية كلها. كده خلاص خلصناهم كلهم. هناخدهم بقى ونحاول كده نظبط الشكل بتاعهم بحيث كلهم يبقوا بارتفاع واحد. نحاول نضغط عليهم كده شوية، وبعدين هنلفهم بكيس التلاجة اللي احنا كنا بنفردهم عليها، وهنضغط عليه من الناحيتين ونحطها في الفريزر لمدة تقريبا نص ساعة. بعد مرور النص ساعة هنطلعها تبقى متماسكة كده وتبقى ساقعة وجامدة. هنقطعها ونحاول ان احنا نقطعها كلها بسمك قليل علشان بعد كده تبقى القطع بتاعة البسكوت مقرمشة ولذيذة. هنجيب بقى صينية الفرن يا إما مدهونة بالزيت أو عليها ورق الزبدة، وهنرص عليها البسكوت ونحاول نحطه بعيد عن بعضه شوية، وندخله فرن سخن 180 درجة الحرارة من تحت بس لمدة تقريبا من 20 ل 25 دقيقة، يطلع مقرمش ولذيذ وفي منتهى الجمال.